السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهاردة هنعمل لكم أكلة ولا أروع ولا ألذ من كده، ولا أسهل ولا أرخص من كده. هنعمل لكم أجنحة الدجاج. طبعا احنا عملناها، أنا عن نفسي باقي البنات عندي بيحبوها لأنها خفيفة وسهلة، والجناح بطعمه لذيذ يعني بطبيعته يعني. وفي نفس الوقت هي اقتصادية ورخيصة لأن الفراخ غالية الأيام ده هي. طيب ايه مقاديرها؟ عندك التوابل الموجودة عندك: توم باودر، بصل باودر، فلفل، كمون، ملح، زنجبيل باودر، كل حاجة، كركم، حطي كزبرة، حطي زي ما انت عايزة. تنزلي عليهم بكوباية من الزبادي وربع كوباية من الخل، وتحطي معلقتين كبار من الصويا صوص ومعلقتين من دبس الرمان، وتقلبيهم كلهم مع بعض. تفضلي تقلبي لغاية ما الخليط كله يمتزج ويبقى قوام واحد، ما تبقاش فيه حاجة مكتلة، عشان خاطر ده هتبات فيه الفراخ هتبات فيه الأجنحة لغاية تاني يوم. طبعا احنا عاملينه من بالليل، يعني هو أقل حاجة يقعد 6 ساعات معاك لغاية 12 ساعة. كل ما قعدت التتبيلة أكتر كل ما بقت أحسن. طبعا احنا اختصارا للوقت بعملها من بالليل، بتبلها فيها واحطها في التلاجة لغاية تاني يوم، وابدأ ان انا اعملها للتحضير على طول. قلبناها اهي في الخليط. بس هنا انا نسيت حاجة وبعد كده تداركتها. الطعم التوم الفريش مع الأجنحة بيبقى لذيذ جدا، فحطيت لها توم فريش وقلبتها وسبتها باتت لغاية تاني يوم. وبعد كده بدأت ان انا احضرها. يكون عندي مزيج من البيض المتبل ودقيق. انا مش دقيق عادي، لا، انا الدقيق ده خلطاه بفيجيتار. الفيجيتار نسبة الفيجيتار تبقى اكتر من نسبة الدقيق، ومع ذلك اتبله بالتوابل العادية، واعمل كفر للاجنحة مرتين. في الوقت ده اكون انا حاطة زيت بكمية غزيرة وبيغلي، وبعد كده اقوم موطية عليه ونازلة بالاجنحة. الاجنحه هتاخد معايا ربع ساعه على كل وجه. طبعا انت بتقلبي يمين وشمال معاكي لان انت حطاها نيه، لازم انها تستوي، تبقى على نار عاليه، وبعد كده تقومي موطيه النار او موسطنها. تستقبليها بعد كده على شبكه، الشبكه دي تحتها صاجه عشان تستقبل اي ماده دهنيه او اي حاجه. خلاص كده خلصت معاكي الاجنحه، بقت مقرمشه جميله جميله جميله. انت ممكن تاكليها كده من غير الصوص اللي انا بعمله ده، بس انا بعمل الصوص ده كمالة الوجبة لان عندي بيحبوها. انت ممكن تاكليها كده عادي مع شوية رز، هي كده خلاص خلصت. بتجيبي 3 معالق من الزبدة، وبتحطي معاهم نص كوباية من الكاتشب، وبتحطي معاهم كوباية من الهوت صوص، او تحطي برضو نص كوباية، دي حاجة ترجعلك. وانا عن نفسي بحط خطوة اختياري اللي هي دبس الرمان. ممكن تحطيها ممكن ما تحطهاش، برضو دي اختياري. وهتبلها باتنين بس، بفلفل اسود وملح. معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ومعلقة صغيرة من الملح، بتقلبيهم بس. هو ده خلاص الصويا صوص، الخليط اللي انت هتحطي فيه الاجنحة. طبعا عشان تتمازج الزبدة مع الخليط حطيناها على النار شوية بس يا دوب انها تغلي، وقمنا طافيين عليها. بصي انا بوريكي قرمشة الجناح عاملة ازاي، نتيجة ان انتي حطيتيه على شبكة عشان تحافظي على القرمشة بتاعته ومطريش. بتنزلي فيهم في الصوص، تقلبيه تقليبة. والصوص هنا انا طافية عليه يا دوب غلى عشان يمتزج مع بعضه، وطفيت عليه لان انتي لو سيبتيه على النار ده كده هيبقى الجناح بدل ما يبقى مقرمش هيبقى طري. طبعا انا بحب الصوص كتير. في ناس ممكن انت تحطيهم وترش عليها الصوص وخلاص انت حباها كده. خلاص انا خلصتها، حطيتها في طبق التقديم. عايزه تقدميها من غير سمسم حاجه ترجعلك، عايزه تقدميها بسمسم انا حطاها كقيمه غذائيه. عندك حبه بركه ترشيها عليها برضو جميله. دي امزجه واختيارات انت زي ما انت عايزه بتحطيها. المهم الخليط بس يبقى مظبوط مش اكتر من كده. خلاص قدمناها. ممكن تقدميها مع رز بسمتي، ممكن تقدميها مع الرز المصري، ممكن تقدميها مع مكرونه، زي ما انت عايزه تقدميها قدميها.
بصي، انا بوريكي الجناح مستوي ازاي ما شاء الله. آه يعني ما خدتش معايا وقت، وصراحة جميلة. ننتظركم في التعليقات ان شاء الله.